اخويا موكي. اخويا يا عم وربنا. عارف يا موكي، عايز تعرف اتسترت عليا ازاي في الضيقه اللي كنت فيها دي؟ ازاي؟ ان انا ثانيه واحده بس كده رضيت باللي ربنا اداهولي، وقلت لنفسي انا راضي باي حاجه ربنا اداهالي. عشان كده ربنا ستر عليا بالرضا. لازم نرضى باي حاجه ربنا يديها لنا. صح، ده سر النجاح. حصل يا اسطى؟ حصل يا اسطى. هو ممكن معلوش يا ابني، يا معلوش. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. الله يكرمك يا ابني، استرها معاك ربنا. الله يخليك. ماشي. يرضيك يا علوش يا ابني؟ سعيد ابني يشرب ايس ويبيعه، وانا لو اتحبس مش هن مصاريفه. يا لوشا ده بيحبك انت. يا لوشا كلمني قول يا لوشا انا مش هن مصاريف الزبون. هو فين الواد سعيد؟ فين؟ انا مش عارف بيروح يقعد فين. ولا عفريت. الواد سعيد فين؟ قاعد مع الشله بيبيعوا يشتري في الارض المهجوره. خلاص سعيد محدش قادر عليه، ابوه تعب منه. وانت كويس قوي، ما انت مغلبه انت كمان. دي انت حتى فاشل، مدرسه في شغل في كله. يلا يلا تعالى ام الدين. يلا يا عم عمرو. مين هنا؟ بقول لك يا سعيد، ما تفوقك من شغلانه الايس دي عشان ابوك وجع لنا دماغنا ويقول له ابني ومش ابني ولا غرام. بقول لك يا عم جوده بطل ند، الله يرضى عليك. انا عايز اخلص من ربع كيلو دوت واروح. ولا ابو سعيد ولا ام سعيد. خلي بالك من كلامك يا عم غرام، هما النفسين هيشتغلوا علينا ولا ايه؟ وانت يا عم جود انا مش صغير يابا ولا حد كبير عليا، انا بنفسي يا عم الحاج. وايه الشغلانه دي؟ خلي بالك انت وهو كلامكوا حاجه، انا ماليش كبير. سعيد اقف يا اسطى، اقف يا اسطى. وعلى الفل يا رجاله. هو الفل معايا يا عم لوش. تعالى هنا. مين؟ تعالى. ممكن خدهم على الارض وانا جايبكم. صباح الفل عليكم يا معلمين. صباح الفل عليك يا معلم. لا مؤاخذة يا معلم لوشة، أصل الشمس أنا يعني استويت. قعدت في الدن؟ اه يا معلم عبد. على ما توحدوا الله. لا لا الا الله. أنا هتكلم معاكم كلمتين وأرميهم الأرض. خدتوا بيهم أمين. وسيبكم الجو العصابات والجو الكبر ده، عشان الجو ده أنا ما بعتمدوش. والله ما علملوش، احنا ما ضربناهوش على ايده وقلنا له تعالى اقف معانا. الواد ده بالنسبه لنا رزيه. هتقول أنت كمان. والله يا معلم احنا ما ضربناهوش على ايده. طب أنا هقول كلمة وهتكل على الله. قول يا معلم. يقبلوها مني؟ اقبلها يا معلم. في ضريبة هتدفعوها، ضريبة كل أم بتدعي عليكم عشان الزفت اللي بتدوا لعيالهم بنتها وابنها. الناس دي بتموت، ارحموهم. ودعوة الأم هتجيب تأبيدها. كل دعوة أم بتدعيها عليكم عشان الزفت ده لعيالها، الكلام على حبس، والحكومة مش هتسمي على حد. أحلى مسا عليكم، رجعوا نفسكم. حتى بقى يا ابو ده الواد ده عزيني. قولوش اتكلم برجوله يا جدعان. شوف الواد لف وجابها لنا منين يا ابو ده. بيقول لك الام ممكن تدعي عليه. شوف كام ام في بلدك يا ابو ده ممكن تدعي عليه. ربنا يستر.
اسفين معلش. هو انت ابوك قادر عليك؟ هو انت ابوك قادر عليك؟ ابوك راجل كبير في السن، هيبقى ساعات كده نشرب قيس وده قيس. يا جدعان انتوا بتعايروني ولا ايه في ايه؟ لا يا عم مش عايزك يا عم. هو انت لو مؤاخذة لو امك حصل لها حاجه مين اللي هيشيل الطين؟ خلاص يابا خلاص يابا. اهو مش هداك شغل. قوم يا تعالى ده. بعد كده اتعلم لما تيجي تقعد في وسط رجاله ما تقعدش على رفيسك، هي اللي بتتكلم في الصح والغلط. طب ماشي كلمة دي. طب بس تعالى يا سعيد. نعم. تعالى ما تخافش، بس انا مش هينفع اكلمك غير بالراحه. الموضوع ده بالذات مش هينفع اكلمك غير بالراحه. انا هكلمك من باب وداني. ايس ده ايه ده؟ ليه بقى؟ بيع ايس يعني تأبيدة، الكلام خلصان. شرب ايس يعني خيانة، هتاخدها اقرب منك. شك هتشك في دراعك اليمين. ضرب اب وضرب ام. خلاص ما انت مش موجود، فكده كده انت هتبطل بيع، كده كده انت هتبطل شرب واتقي الله وروح المصحة وانا اللي هوديك. وارجع لربنا وانزل اشتغل على العربية تاني. امين. ده بالحب مش كده، وده تبوس على دماغه وتراضيه عشان ده الكلام معاه خلصان. الاب والام لا، اعتبر الكلام رميته على الارض. حقك عليا يابا، حقك عليا يابا. والله العظيم ما اشرفك ومش هغزلك قوي وانزل اشتغل. الكلام ده يا اسطى بالفعل. يلا خد ابوك كده ولاد امك، يلا وتعالى. حياتك تزعل مني. يا عم يلا يلا يابا. اجيلكوا يا عم عبد. بس برضه بترشد عليا ما ينفعش فلوس يا بابا. ايوه يا عفريت يا ايوه.